السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام مالك، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مشرفينا ومنورينا دايما بوجودكم معانا في قناة احلى اكلة من المطبخ. يلا بسرعة انزلي تحت واعملي اشتراك للقناة وفعلي الجرس لو انت اول مرة تشوفي القناة، واعملي زر الكل عشان اي اشعار جديد بعمله ينزل النهارده كده باذن الله. بس قبل ما نبدا نقول هنعمل ايه النهارده، مش عايزين ننسى نصلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قله التركيز بقى، الواحد خلاص اخر اليوم، فخلاص بقى جاب اخره يعني، الحمد لله. هنعمل النهارده مع بعض الزيتون والليمون بالطريقه القديمه خالص اللي هي بتاعت امهاتنا اللي كانوا بيعملوها بيها. بس قبل ما هعملها ان شاء الله هتشوفوا معايا في اخر الفيديو باذن الله هتشوفوا معايا شكل البرطمانات اللي انا مخللاها. خللتها طبعا زي ما بنشوف كتير فيديوهات، او زي ما دلوقتي بقى كله بقى بيطلع افكار جديده ان هي تتعمل. فانا صورت كده وصورت كده، بس للاسف اللي هو التصوير البرطمانات التانية دي يعني كانت مسح مني، فقدر الله ما شاء فعل. هوريكم ده كله في الاخر ان شاء الله مع بعض كده، وهنشوف هنعمل ايه. اللي انا بعمله ده هيقعد معايا من يعني لرمضان وبعد رمضان كمان. الطريقه اللي انا هعمل بيها الليمون والزيتون ده هيقعد معايا لرمضان وبعد رمضان. فهتشوفوا معايا دلوقتي. انا طبعا لازم همسك الليمون كده اهو، هقطعه زي ما انتم شايفين كده اهي. الليمونه هتتقطع 4 كده، لان انا مش هسلقه. الليمون ده مش هيتسلق، لان زي ما قلت لكم هيقعد معايا باذن الله السنه. والزيتون برضو مش هشقه كده، اللي هو اللي احنا بنعمله لو عايزين ناكله مثلا على رمضان ومش هيقعد معانا هنشقه. لكن التفاحي هنقول لكم، فزي ما انتم شايفين اهو ما بوصلهاش للاخر. ايوه كده. هخلص بقى كل كميه الليمون دي. هخلصها كلها بقى وهرجع معاكم تاني. زي ما قلت لكم كده اهو، بنقطع الليمونه 4 اهو كده، بس بحيث ان هي الليمونه تستوي معايا، لان انا مش هسلق الليمون ده. هخلص بقى كل كميه الليمون وهرجع معاكم تاني عشان تشوفوا هنعمل ازاي الزيتون والليمون، الليمون والزيتون العجيزي، وعشان نخزنه لرمضان وبعد رمضان باذن الله. استنوني. هبدأ بقى اخد الليمون بتاعي كده وابدأ احطه في البرطمان. طبعا بعد ما شققناه التشقيقة دي اللي هي زي بتبقى بتاعت الليمون المعصفر كده. طبعا انا قفلت الصوت وبدأت اسجل انا بقى، لان هنا كان الولاد بدأوا يعملوا دوشة ومعرفتش ان انا اسجل منهم بصراحة. وكده كده انا كنت متلخبطة اصلا، فقلت خلاص انا هقفل الصوت وبراحتهم بقى، ومنين ما اخلص هبقى اقعد واسجل الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده حطيت شوية ليمون تحت وحطيت شوية زيتون، يعني هبدأ اعملها زي نظام طبقات فوق بعضه كده. وحطيت شطة ورجعت احط الليمون تاني، وهحط برضو شوية زيتون وشوية شطة لحد ما البرطمان هيتملى معايا اهو. شوية كده وشوية كده وشوية شطة. عايزة اقول لكم بقى ان انا كنت عاملة الليمون بالطريقة الاولانية هو وبرطمان الزيتون اللي هو البرطمان الكبير، هتشوفوه ان شاء الله في اخر الفيديو. طريقته كانت حلوة جدا جدا. انا طبعا الفيديوهات بتتمسح مني لان ولادي بياخدوا التليفونات يلعبوا عليها، فلما بياخدوا يلعبوا عليها بقى طبعا الملك الصغير بتلاقيه داخل على مثلا على الفيديوهات، على الصور، على مش عارفه ايه، يقوم جاي مسح لي الصور كلها. فطبعا بزعل وبقعد ازعق له وكده، وبيرجع ياخد التليفون تاني وبيرجع الموضوع يتكرر تاني. فهنعمل ايه بقى؟ الحمد لله يعني. بس فببدأ بقى املى البرطمان كله. طبعا زي ما قلنا لكم في الاول كده في اول الفيديو، الليمون ده هنحطه حاطينه زي ما هو كده اخضر. لان الليمون ده هيقعد معايا باذن الله، يعني ممكن نفتح عليه قرب الصيف اللي جاي كمان. اهوت بقى ببدأ اظبط في البرطمان وبزق فيه كده عشان يبقى ياخد اكتر حاجة معايا. لان انا بصراحة كانت البرطمانات معايا بقى بدأت تشطب، لان بسم الله ما شاء الله انا عاملة كمية. بس ان شاء الله لما انزل السوق هروح اشتري برطمان كبير برضو، عشان عايزة اعمل لكم ان شاء الله اللي هو المخلل المشكل.
بيبقى في موسم كده للمخللات، تحس ان هو بيبقى ده وقت المخللات، في موسم معجنات زي مثلا الشتاء هو ده وقت المعجنات بقى، تولعي الفرن تدفي الشقة كده يعني. بس فالحبة دول في حبة في حبة هيتبقوا هحطهم في برطمان تاني. بالنسبة بقى للطريقة الأولانية بتاعة الزيتون والليمون، أنا كنت جبت ليمون شققته نصاص وحطيته على البوتاجاز مع شوية مية يعني مش غليوا، استووا كده وطلع كل البهاريز اللي فيه. والليمون بقى السليم سلقته برضو وشققته الزيتون العجيزي. ان شاء الله ان شاء الله لو جبت تاني هعمله، ما جبتش باذن الله على خير يا رب علينا وعليكم السنه الجايه. بصوا بقى جبت الميه بتاعتي اهي، انا جايباها من الفلتر. هو في ناس بيقول لك لازم الميه تكون مغليه، وفي ناس انا جبتها من الفلتر بصراحه. وجبت بقى هرسه الشطه نزلت بيها، وهبدأ احط الملح، هظبط بقى الملح بتاعه، بس هنحط الملح زيادة شوية علشان المرارة بتاعت ايش الليمون والمرارة بتاعت الزيتون. الملح هو اللي بيشد المرارة بتاعت الليمون والزيتون. كنا زمان نقعد نسلق الليمون ده ونقعد نغير عليه بالكام يوم، ون... ونشوف المية بتاعته لو لسه مرة لا نقول لسه هنغير عليه كمان، والزيتون والحاجات دي كلها لا. ما تالي دلوقتي بقى ما عادش حد بيعمل وجع القلب والغلبة دي كلها. وكمان في المخلل الاولاني اللي هو البرطمان الكبير اللي انا كنت سالقه فيه الليمون، انا ما رميتش الميه بتاع سلق الليمون، انا حدقته فيها. طبعا استنيتها اما بردت وعملتها فيه. تليفون كل شويه. بس فزي ما قلت لكم بقى احنا بنزود الملح سواء في المخلل الزيتون ده او التاني، عشان خاطر المراره اللي بتبقى فيه. وبعد مثلا 15 يوم كده هفتح عليه اشوف ايه المراره بتاعه الزيتون. إيه هدوق الميه قصدي، لو لقيتها عذبه يبقى المراره بتاعه الزيتون بدات ايه تسحب الملح، هفضي الميه في طبق وازود له ملح زي ما انا قاعده بعمل كده، واقوم جايه حاطاه تاني في البرطمان اهو. اهم حاجة بس ندوب الملح كويس علشان ما يبقاش مخرز. هنا طبعا بدوق المية، بدوق الحدق بتاع المية. في ناس بتجرب ببيضة، لو البيضة علت على وش المية كده يبقى كده الملح مظبوط. بس بالنسبة للزيتون والليمون زي ما قلت لكم بيعوز ايه ملح زيادة شوية. بدأت طبعا اخد بقى البرطمان بالكوباية كده وافضي في البرطمان. طبعا برضو المخلل التاني كنا عاملين له حبة البركة، وكنا بشرين له جزر وكده، لكن هنا لا ما حطينالوش، اللي هو بس هرست الشطة وانا حطيت شوية حبة البركة، قلت ايه يعني يدي منظر بس كده مع البرطمان. شايفين بقى الهدوء، انا قاعدة اسجل كده ولادي في الدرس محدش هنا، فالجو هادي جدا كده وانا قاعدة اسجل والدنيا تمام يعني. ربنا يجيبهم بالسلامة يا رب، متحرمش ابدا من حسهم ويفضل حسهم في الدنيا يا رب العالمين. إيه كده خلاص البرطمان خلاص كده اتملى معايا. هبدأ طبعا اجيب كيسة من اكياس التلاجة وهقصها وهقفل بيها وهركن كده البرطمان ده خلص معايا، خلص معايا اللي بخلي الزيتون والليمون اللي هيقعد معانا بإذن الله للسنة الجاية. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي جديد بنزله. إيه زي ما قلت لكم ده هيقعد معانا لاخر السنة بإذن الله، يقعد معانا سنة. وهقول لكم بقى هوريكم كل المخلات اللي انا عملتها والبرطمانات كلها، وهقول لكم على كل حاجة ده ايه وده ايه وده ايه، وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. الفيديو بتاعه اتمسح، واديكم شايفين انا كنت عاملاه بجزر وحبة البركة وهرسة الشطة برضو والفلفل والشطة بتاعته اهو. اهو ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني. اهو البرطمان ده كان واخد 4 كيلو ليمون و2 كيلو زيتون اللي هو العجيزي ماشي.
اهو يا حبايبي. وده اللي احنا لسه عاملينه بقى مع بعض النهارده، اللي هو الزيتون العجيزي والليمون. ما حطيناش عليه جزر، حطينا عليه بس هريسه الشطه. عملناه بطريقه امهاتنا زمان، بسهل خالص، وما شققناهوش عشان خاطر ده. يعني ممكن ان شاء الله نفتحه على رمضان باذن الله. ده هيقعد كمان سنه، ده قدامه سنه. وده اللي احنا لسه عاملينه برضو التفاح، ان شاء الله شهرين، شهرين ونص وهنفتح عليه. وده اللي هو التفاحي برضو شهرين، شهرين ونص هنفتح عليه. ده اللي هو معمول ببشر الجزر، لكن ده ما عملناهوش ببشر الجزر اهو. وده بقى مخلل الخيار، انا كنت برضو عاملاه اهو. طبعا لان ده وده انا عاملاهم من حوالي يومين او 3 ايام. وطبعا ده الليمون اللي كان باقي من العصر، فانا طبعا ما رميتهوش. انا قلت خلاص هاخده، وحطيت عليه من الملح والميه وكده، وقلت خساره ان هو يترمى. فعملت المخللات دي اللي قدامكم دي كلها. عايزه اقول لكم ان انا كمان باذن الله، باذن الله كمان 10 ايام او 15 يوم هفتح عليهم وهدوق الميه بتاعتهم. لو لقيت الميه بتاعتهم الحدق بتاعها قل، هو طبعا هيقل لان الزيتون هيشرب من الملح عشان تبدا مراره الزيتون تروح. فهيشرب من الملح ويبدأ يعني المرارة تروح. فأنا كمان 15 يوم بإذن الله هفتح عليهم وهبدأ أدوقه علشان أشوف الحدق بتاع المية عامل ازاي. لو لقيت المية عذبة هكب المية دي، مش هكبها ارميها، لا هكبها افضيها، وهزود الملح فيها وهحطها تاني لكله كده. لكن الخيار، شكل الخيار كده ان شاء الله، ان شاء الله على اخر الاسبوع انا هفتح عليه. بس يا حبايبي كده، دي كل كده المخللات اللي انا عملتها. و... ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش لو الفيديو عجبكم تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، علشان القناة تكبر ان شاء الله ويوصلكوا اي جديد. اهم حاجة لما تعملوا اشتراك اتقوا على الزرار الاحمر واختاروا زر الكل، علشان اي حاجة جديدة بنزلها توصل لكم. يلا اشوفكم على خير، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. هنعمل بقى باذن الله المخلل المشكل مع بعض. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. سلام عليكم.